الجوية. مشاهدينا نسافر مع بعض في زيارة خفيفة إلى ولاية سمسيلت، وبالضبط إلى منطقة ثنية الحد اللي اسمها يعني المنعطف الفاصل. فمنذ العصور كان النقموسيون يعيشون في السهول الخصبة المسقية بواد بوتان الممتد بين ثنية الحد إلى مليانة المحمية بجبال الغراف وجبل المداد اللي يعتبر حصن طبيعي على شكل قرن. تعتبر ثنية الحد قرية بربرية قديمة، وهذا الأثار المساكن والبيوت المصنوعة من أغصان الأشجار وحتى القصور والمواقع الحصنية المحفورة في الصخور، أين كان السكان الأصليون يخبوا ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية. توجد بالمنطقة أيضا ثكنة عسكرية يرجع تاريخ بنائها بتصميم معماري إلى سنة 1841 على طراز الثكنات العثمانية. الحظيرة الوطنية بثنية الحد ألهمت المؤرخين والمكتشفين وحتى القديسين عبر الأزمنة. اسمها الشائع هو جنة الأرز، وهي أول منطقة محمية في الجزائر، وهي عبارة عن غابة كثيفة بمختلف أنواع الأشجار. هذه الصفة جعلتها مصنفة كمحمية وطنية وعالمية وكأحد أبرز الأقطاب السياحية في الجزائر. تعرف أيضا بتساقط الثلوج في الشتاء اللي تكسيها حلة بيضاء كالعروس. بلادنا واسعة وجميلة، اغتنموا الفرصة واكتشفوها بنفسكم. نهاية نشرة أحوال الطقس لهذه الليلة وصبيحة الغد. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. قدم لكم أريد أحوال طقس فصل الشتاء. أريد ديما معكم.